السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، مرحبا بكم في هذا العدد الأول من برنامجكم حديث الأسبوع. حديث الأسبوع يدخل ضمن الشبكة البرامجية المتنوعة لقناتكم جوهرة الشرق. الهجرة إلى أوروبا وبالتحديد إلى بريطانيا، كيف يعيش المهاجرون في هذا البلد؟ ما هي ظروف إقامتهم؟ وما هي الإجراءات المتبعة للعيش، العمل، الإقامة، الدراسة في هذا البلد؟ ولمناقشة هذا الموضوع يسعدني استضافة الأستاذ تباني بادي، وهو أستاذ في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ومدير مدرسة النجاح لتعليم اللغة العربية. مرحبا بك سيدي. مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا. بداية نريد أن نعرف المشاهد الجزائري من هو الأستاذ تباني بادي. أستاذ تباني بادي من مدينة سكيكدا، كنت أشتغل في التعليم هنا. هاجرت في بداية التسعينيات كغيري من الجزائريين إبان تلك الحقبة الصعبة التي مرت بها الجزائر. استقر بالمقام هناك في لندن، حيث أقمت هناك وأكملت ووصلت دراستي هناك. ثم بعد ذلك اشتغلت في مجال التعليم وأسست أكاديمية النجاح التي تقوم بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية العربية في بريطانيا. نعم، سوف نتحدث عن هذه الأكاديمية في ختام هذا البرنامج. يقال أن بريطانيا هي أفضل بلد لعيش المسلمين رغم تصاعد الإسلاموفوبيا وأيضا العنصرية في هذا البلد. ما هو تعليقكم أستاذ؟ سيدي الكريم، أعتقد أن بريطانيا هي الوجهة المفضلة لدى المهاجر العربي تحديدا. نعم. نعرف أن الجزائريين خاصة يفضلون فرنسا بحكم اللغة وبحكم الجوار وبحكم أنها استعمار قديم. فهكذا كان الجزائريون إذا تحدثتهم عن الهجرة لا يعرفون إلا فرنسا، وإذا حدثتهم عن العملة لا يعرفون إلا العملة الفرنسية. لم تكن بريطانيا سابقا مفضلة لدى الجزائريين. قد يكون فيها أسيويين أو مشارقة، لكن الجزائريين تحديدا لم يكن وجهتهم المفضلة هي بريطانيا. لكن بعد العشرية الحمراء التي مرت بها الجزائر والظروف القاسية التي مر بها الجزائريون، ظهرت ما يسمى بالهجرة الثانية. الهجرة الأولى كانت في عهد الاستعمار إلى فرنسا، والهجرة الثانية جاءت بعد التسعينيات هروبا من جحيم الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي الذي كان يعانيه الجزائريون. فكانت بريطانيا تعتبر الوجهة الأولى للجزائريين. أتذكر أن في بداية التسعينيات كان عدد الجزائريين لا يتجاوز 5000. كأغلبهم من الطلبة الذين درسوا في بريطانيا ثم استقروا في بريطانيا، والله بعض الشباب الذين تزوجوا من بريطانيات ثم بعد ذلك نالوا أوراقهم استقروا في بريطانيا. فتقريبا يعني العدد لم يتجاوز 5000. هؤلاء كانوا يقيمون بصفة شرعية قانونية، رغم أن قبل التسعينيات كان الدخول لبريطانيا من الأمور السهلة، ولم يعني تشترط بريطانيا فيزا، بل يمكن أن تحصل على الفيزا بالدخول في المطار ويسمح لك بالدخول. وبريطانيا معروفة بالتساهل في الإقامة، يعني أن المهاجر إذا دخل إلى بريطانيا لا يسأل بعد ذلك عنه يحمل أوراقا أو لا يحمل، لا أحد يمكن أن يحقق معه ويسأله ويطلب منه وثائق. نعم. فيمكن أن يعيش يعني بحرية وأمان ويتنقل بكل حرية وبكل أمان، ويمكن أن يشتغل كذلك حتى ولو لم يكن يحمل الأوراق الثبوتية والأوراق القانونية التي تسمح له بالإقامة. فبعد التسعينيات كما قلت لك نستطيع أن نقول كأنه تم اكتشاف هذه الوجهة. نعم. الجزائريون لم يكن لهم سابق
معرفة ببريطانيا ربما بحكم اللغة، لأن الجزائريين يتكلمون اللغة الفرنسية، ربما يقصدون الدول الفرنكوفونية التي تتحدث باللغة الفرنسية كفرنسا أو بلجيكا أو سويسرا. أكيد. لكن لما يعني تقريبا المضايقات الشديدة التي كانت تقوم بها فرنسا ضد المهاجرين خاصة الجزائريين تحديدا، بدأ الجزائريين يبحثون عن وجهة أخرى غير فرنسا، فبدأ التدفق نحو بريطانيا. قلت لك بداية التسعينيات لم يكن أكثر من 5000. الآن المسجلين فقط مسجلين في القنصلية يفوق 40,000. 40,000 هذو مسجلين بصفة قانونية، ويقال أن الضعف من ضعف هذا العدد يعيشون في بريطانيا بدون أوراق، لأن البلد يعني هناك يعني يمكن للمهاجر الذي لا يحمل أوراقا يمكن أن يعيش ولا أحد يسأله، يعني عايشين هكذا بدون أوراق ولا أحد يمكن أن يتعرض لهم أن يسألهم. فهكذا يعني بدأت الهجرة إلى بريطانيا من طرف الجالية الجزائرية، والعدد راه يزداد باستمرار. ونحن نلاحظ تقريبا حتى أن الجزائريين الذين يقيمون في فرنسا ويحملون أوراقا أو جنسية فرنسية وأوروبية بدأوا يتفطنون إلى الهجرة إلى بريطانيا. لماذا؟ قد تطرح لي السؤال لماذا بالذات في بريطانيا بالذات؟ علاش بريطانيا بالذات؟ علاش ما راحوش مثلا بلجيكا ولا سويسرا ولا إيطاليا ولا بريطانيا ولا إسبانيا؟ لأن بريطانيا قوانين تاعها قوانين متساهلة جدا مع المهاجرين. بريطانيا بلد يحترم حقوق الإنسان، وخاصة المسلم الذي يريد أن يمارس دينه، الذي يريد أن يعيش يعني إسلامه. لا أعتقد أنه لا يجد بلدا متساهلا في هذا الجانب وفيه قوانين ميسورة يعني سهلة مثل بريطانيا. بريطانيا يمكن أن تعيش مسلما، لا يمنع يعني القوانين لا تمنعك حتى يعني أن تكون يعني تحمل لحية أو امرأة تلبس حجابا أو تلبس يعني حتى عباية أو قندورة أو شيء، لا تهمهم مثل هذه الأمور الشخصية. جميل جدا أستاذ، سوف نتحدث عن هذه النقاط في خضم هذه الحلقة. بريطانيا تغيرت ربما خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، وشهدت أيضا أحداث في 2007 تفجيرات لندن. كيف أثرت هذه الأحداث على الجالية العربية والمسلمة في بريطانيا؟ أخي الكريم، أستطيع أن أقول لك يعني لا شك أنها مثل هذه الأحداث الأليمة التي يقوم بها السذج من المسلمين من المتطرفين الذين ينتمون للإسلام وهم يضرون الإسلام ويظنون أنهم يحسنون صنعا. يعني هكذا يعني أفعال مثلا 11 سبتمبر و7/7/2007 في بريطانيا، يعني من المفروض هذه الأمور يعني لو لم تكن هناك عدالة وقوانين في تلك البلدان لكانت هزة كبيرة للمسلمين الذين يعيشون في هذه البلدان. استطيع أن أقول لك أن بريطانيا هي تعتبر من البلدان الأقل ربما التي لم يتأثر ولم يتضرر المسلمون فيها كما تضرروا في أمريكا مثلا. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك يعني المسلمين هناك كان لهم فعلا يعني دفعوا ثمنا غاليا بعد أحداث سبتمبر. لكن في بريطانيا هي بلد يحترم القانون. يعني هم يعرفون جيدا، وصرح آنذاك رئيس الوزراء البريطاني وكل السياسيين البريطانيين على أن هذه أفعال معزولة قام بها أناس متطرفون، ولا يمكن أن يتحمل كل المسلمين تبعات هذا العمل الإجرامي، هذا العمل الذي لا يمت للإسلام بصلة. هم ناس مثقفين يقرؤون يطالعون يعرفون أن الإسلام بريء من مثل هذه الأعمال. فإذا فعلها إنسان نستطيع أن نقول أنه مجرم، والإجرام موجود في كل بلد، في أي بلد من البلدان العالم فيه المجرمين، فيه القتلة، فيه الإرهابيين، فيه الظالمين، فيه كذا.
لكن لماذا ننسبها إلى الإسلام؟ هكذا يفكر العقلاء البريطانيون، ولا أحد يقول أن هذه محسوبة على الإسلام أو محسوبة على المسلمين. يقولون أنها أعمال معزولة، الإسلام بريء منها، نحن قرأنا الإسلام لا يدعو إلى القتل، الإسلام لا يدعو إلى سفك الدماء، الإسلام لا يدعو إلى الحرق، لا يدعو إلى التدمير، لا يدعو إلى التفجير. إذن هؤلاء لا نستطيع أن نقول عنهم أنهم مسلمون، ولا نستطيع أن نقول أنهم ينتمون للإسلام. ولذلك يعني كانوا يخشون من ردة الفعل اليمين المتطرف، اليمين المتطرف الذي يستغل مثل هذه الأحداث لتشويه الإسلام وضرب المهاجرين المسلمين الذين يعيشون في ذلك البلد على أساس أنهم يعني يقومون بأعمال منافية للقانون. فنلاحظ مثلا في المراكز الإسلامية وفي المساجد تأتي الشرطة هناك وتحرس المراكز الإسلامية وتحرس المساجد، وتقدم تعليمات إلى المسلمين على أساس أنه إذا تعرض أي مسلم في ذلك المكان، في مسجد أو في مركز إسلامي أو في مكان، إلى اعتداء عنصري، فهذا أعطوناهم رقما اتصلوا بنا على هذا الرقم. نعم. فيعني نستطيع أن نقول أنه أكيد راح تكون ردة فعل، أكيد ما في ذلك شك، لكن لم تكن لها يعني بالشكل الذي يتوقع. يعني نحن لم نلاحظها بشكل كبير، يعني بشكل كبير. حتى يقال أن هذه الأحداث خدمت الإسلام أكثر من أنها ضرته، حتى أن هذه الدعاية البروباغندا التي مارستها ربما بعض وسائل الإعلام عرفت أكثر بالإسلام، ويقال أن كل جمعة لا تخلو من دخول بريطاني في الإسلام. هو صحيح كل ما الإسلام قوته تكمن في ذاته. نعم. في روحه، في تسامحه، في عدله. يعني كما يقول لو عرف الناس سر السلام لأسلموا. أكيد. فجهلهم بالإسلام خلاهم يعني ما يعرفوش الإسلام. لكن مثل هذه الأحداث خلت كثير من الناس، خاصة أصحاب الفكر النير، أصحاب الثقافة العالية، الناس الطبقة المثقفة المتعلمة، يقولوا هذا الدين هذا اللي يقولوا بلي راهو يفعل هذه الأفعال، خلينا نقراو عليه وش كاين نشوفوا. فتعمقهم في الدراسة وتعمقهم في البحث والعلم في شؤون الإسلام يقفون عند حقائق كثيرة ووقائع كثيرة. يقولوا هذا الإسلام هذا سبحان الله الذي غزا العالم كله، قارة كلها مثل آسيا، في أندونيسيا وماليزيا والباكستان والهند والبنغلاديش، يعني وهذا العدد الكبير من المسلمين الذين يقيمون هناك، يسكنون في هذه أكبر المسلمين، عدد المسلمين هناك هم من غير العرب، يعني العرب عددهم قليل إذا قيس بغير العرب. فهؤلاء كلهم لم يدخلوا بالإسلام عن طريق الفتوحات الإسلامية، وإنما دخلوا عن طريق أخلاق المسلمين، عن طريق تجار المسلمين الذين كانوا يسافرون إلى تلك البقاع، ويعرفون سماحة الإسلام ويعرفون أخلاق الإسلام ويعرفون عدالة الإسلام. فهؤلاء البريطانيين أو الأمريكيين أو الأوروبيين، هؤلاء الذين يعني دفعتهم مثل هذه الأحداث إلى البحث والدراسة والتعمق في شؤون الإسلام، كثير منهم دخلوا للإسلام. نعم. هذا ربي سبحانه الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. جميل. أستاذ، 1000 مسجد و1500 مئذنة، وبريطانيا هي البلد الوحيد الذي يسمح للنساء بارتداء النقاب، أرقام يعني مهولة. كيف تخدم هذه الأرقام الجالية العربية والمسلمة في بريطانيا؟ بريطانيا يعني تعتبر البلد الأكثر في أوروبا من حيث السماح بممارسة الدين. يعني من حق أي واحد يبني مسجد، والمساجد هناك منتشرة. مثلا مدينة لندن وهي من أكبر العواصم الأوروبية، يعني إذا يعني دخلت الصلاة، دخل وقت الصلاة وأنت في أي مكان، ما عليك إلا أن تسأل أو تبحث في هاتفك النقال عن وجود أقرب مسجد، تجده يوجهك إلى أقرب مسجد. يعني صلاتك تصليها في أي مكان، كأنك في بلد إسلامي. ما فيش مكان في لندن مثلا إلا وفيه مسجد تصلي فيه.
ما كانش حي من الأحياء إلا وفيه مدرسة إسلامية. جميل. مدارس إسلامية هناك. يعني القانون البريطاني يسمح بتأسيس المدارس الحرة، المدارس الخاصة أو ما يسمى بالمدارس الإسلامية سكول. نعم. هذه مسموح بها في بريطانيا، وأول من قام بها هو الفنان المعروف الذي دخل الإسلام، وهو كات ستيفنز، يوسف إسلام. الآن يشتغل في هذا الميدان، أسس مدارس إسلامية، هو اللي فتح الباب. والآن المدارس الإسلامية تنتشر بشكل كبير جدا. هناك مدن مثلا بريطانية، مثلا برادفورد، كأنك في بلد إسلامي. شوف المآذن، شوف الناس، قليل ما تشوف في بريطانيا، كأنك في بلد إسلامي. برمنغهام، مدينة برمنغهام وهي تعتبر ثالث مدينة أو ثاني مدينة بعد لندن يعني. نعم. أكبر من ثالث مدينة يعني. 25 ربع سكانها من مسلمين، 25% من سكانها كلهم مسلمين يعني. جميل. يعني تشوف المساجد هناك تدخل لها تكون مانيش مستحيل راني في بلد أوروبي، يعني في بلد إسلامي يعني. مثلا في شرق لندن مثلا منطقة اسمها وايت شابيل. هذه منطقة يسكنها الآسيويين بكثرة. فيها أكبر مسجد، يعتبر من أكبر مساجد أوروبا. مسجد ضخم ومؤسسة كبيرة ومدرسة، ويعني المسجد الوحيد الذي يؤذن فيه، تسمع به الأذان يعني هكذا يعني في الخارج. رئيس بلدية تلك المنطقة دائما في الانتخابات هي البلدية التي يحكمها المسلمون. نائب المنطقة تم ديما مسلم. حتى أن النائب الشهير جورج جالوي لما يعني طرد من حزب العمال الليبر، وهو كان في اسكتلند، فأراد أن يترشح إلى فترة نيابية ثانية، دعاه المسلمون إلى تلك المنطقة لأنه اختلف مع حزبه ولا يمكن أن يترشح مع حزب العمال. فجاء ترشح في منطقة هذه وايت شابيل وفاز في الانتخابات، لأنه ما يقدرش هناك جهة أخرى يمكن، ولأول مرة في تاريخ حزب العمال أن يفقد مقعدا في تلك المنطقة، لأن المسلمين هم الأغلبية في تلك المنطقة. مسلمين في بريطانيا صار عندهم صوت، وصارت عندهم مكانة، وصار عندهم احترام. وصلوا إلى الوزارة، وصلوا إلى مجلس العموم البريطاني، وصلوا إلى مجلس الشيوخ، وصلوا إلى البلديات. لا تخلو بلدية من البلديات إلا وفيها مسلمين، سواء إما أن يكون رئيسا لبلدية، وإما أن يكون نائبا، وإما أن يكون عضوا في مجلس البلدية. فالحمد لله صار لهم يعني احترام، وهم يمارسون يعني أعمالهم وناجحين في كثير من الأعمال، سواء أعمال تجارية أو دراسات أو حتى في قطاع الشرطة. قطاع الشرطة كان من بين المكرمين الذين كرمتهم ملكة بريطانيا، واحد مسلم، يعني ضابط مسلم في الشرطة البريطانية في اسكتلندا، يعني مسلم بلحيته، وحتى بالطاقية أو العراقية. يعني هو تعرف الآسيويين عندهم يظنون أن الطاقية هذه والعراقية هي جزء من اللباس الإسلامي يلبسها وهو شرطي، يعني عادي. حتى الشرطيات بالحجاب، صورة شاهدتها هذه صحيح؟ عادي شرطية أنها تكون متحجبة تمارس عملها في إطار الشرطة. هذا شيء عادي جدا تجدها في الشرطة، والله تجدها في شرطة المطار، كما تجد السيخي الذي يضع العمامة السوداء ويلف بها رأسه وهو شرطي يعمل في إطار الشرطة. وتجد يعني حتى يعني اليهودي بلباسه الديني، ولا أحد يمنعه من ممارسة الدين. بالنسبة لهم الدين أو اللباس مسألة شخصية لا يجوز للدولة أن تتدخل فيها. النقاب أنا شفت منقبات اشتغلنا في أعمال مهمة جدا. شفت مرة كنت في المحكمة، وكان إحدى المحاميات منقبة، وكانت ترافع عن المتهم، ترافع بلغة إنجليزية فصيحة، وهي بريطانية، مولودة في بريطانيا من أصول بريطانية، لكن لباسها لباس كله أسود ومغطاة الوجه، ولا ترى منها شيئا، ولا أحد يستنكر عليه هذا الأمر. مسألة شخصية، يعني أنت تلبس أسود أو أحمر أو أبيض أو تلبس أو لا تلبس، أصلا أنت حر في ذلك. لا أحد ينظر إليك في الطريق والله يقول لك لماذا لبست كذا ولماذا تلبس كذا. هذه مسألة شخصية بالنسبة لهم، وهم ناجحين فيها إلى بعد الحدود.
وتشوف مثلا لما أثيرت في فرنسا، أثيرت في بعض الدول الأوروبية هذه مسألة اللباس، يعني تركت آثارا عنصرية وتركت آثارا كبيرة على مستوى القيم الاجتماعية في المجتمع الفرنسي. لكن في بريطانيا كاين أنا قبل ما أجي بيومين فقط حدثت حادثة، يعني الحوادث المعزولة تحدث في يعني طبيعي يعني. كانت امرأتان متحجبتان تقلان حافلة النقل الباص، وكانت تشوف معهم وحدة إنجليزية، وهما يعني عربيتان ومسلمتان لكن يتكلمان الإنجليزية يعني بطلاقة، يعني بلغة البلد. نعم. فقالت لهم لازم تمشيوا من هذا البلد وماشي بلادكم، وانتم داعش وانتم كذا وانتم اللي خربتم العالم وانتم كذا وكذا وكذا. فهما ما حبوش يردوا عليها ردا، وكان استنكار داخل الباص، فقدموا شكوى إلى الشرطة. في نفس اليوم في تلك الأمسية اعتقلتها الشرطة ودخلت السجن وتحاكم أمام القضاء البريطاني لأنها أثارت قضية عنصرية واعتدت على حرية شخصية للناس. جميل. إذا يعني فيه نسبة كبيرة من المسلمين في بريطانيا، هذه حقيقة، لكن في المقابل هناك من يقول أن الصراعات الطائفية قد ربما أحدثت خللا في هؤلاء المسلمين. نجد مثلا مسجد للخليجيين، مسجد للهنود، مسجد للمغاربة، أيضا مسجد ربما لطائفة أخرى. كيف تؤثر هذه يا أخي المساجد؟ هذه المسائل ليست فقط في بريطانيا ولا في أي بلد، حتى في بلاد المسلمين، حتى في بلادنا هنا في الجزائر عندنا. هذا يقول لك هذا جامع السلفيين وهذا جامع التبليغ وهذا جامع كذا وهذا جامع كذا. أكيد. هذه موجودة في كل العالم الإسلامي، والتخلف اللي موجود في العالم الإسلامي أكيد ينقلوه معهم البلدان الأوروبية. نعم. هذا المسألة مش مسألة خاصة ببريطانيا ولا خاصة بالمجتمع ولا بالدولة، خاصة بأن المسلمين للأسف الشديد ما زالوا لم يرتقوا إلى مستوى الإسلام الحقيقي، ما زالوا بأفكارهم المتخلفة، ما زالوا بدو، ما زالوا ينظرون إلى النظرة، تلك النظرة الضيقة، الفهم الضيق لإطار الإسلام، ويحبوا يفرضوه على غيرهم. هذه هي المشكلة. متى يتحرر المسلمين من هذه النظرات الضيقة، عند ذلك يعني يقدمون الإسلام. هو يعني ما ضر الإسلام إلا أهله، إلا تصرفات المسلمين. هذو هم اللي ضروا الإسلام أكثر من غيرهم. احنا دائما نرمي بالمنشفة، نرميها دائما على العدو، على الكفار، على اليهود، على النصارى، على كذا ونسينا روحنا. أكيد. نعيب غيرنا والعيب فينا، نعيب الزمان والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أكيد. العيب الكبير هو فينا حنايا، أننا لم نكن في مستوى هذا الدين العظيم، ولم نقدم كما شيخ الغزالي رحمة الله عليه كان يقول أن الإسلام رسالة عظيمة تحتاج إلى محامي شاطر لكي يدافع عنها. احنا دعاتنا ليسوا محامين شاطرين، وبالتالي ما خدموش رسالة الإسلام. الدعاة لم يكونوا في مستوى هذا الدين حتى يقدموه تقديما مغريا لغيرهم. أنا كان يحكي لي واحد بريطاني يشتغل في السجن، وكان السجون مثلا في سواء في بريطانيا حتى في كل أوروبا أغلب روادها من المسلمين للأسف يعني هذا نقولها بكل يعني أسف. يعني قال لك أنا شفت ناس تم في السجن ودخلوا من أجل سرقة، مش من أجل مبدأ ولا قضية ولا رسالة، ولأن ما يدخلوكش من أجل الحرية، يعني أنك تدعو للإسلام ولا تدعو حتى والله تدعو حتى ضد الاحتلال الصهيوني كما حدث لنصرة غزة ونصرة فلسطين. ما يهمهمش هذيك حرية شخصية، فعل ما تريد، لكن أنك تسرق ولا تعتدي هذه جريمة في كل العالم تدخل عليها السجن. نعم. فقال لك هالناس هادو يسرقوا دخلوا للسجن، وكي يدخل وقت الأذان يذنوا تما في السجن ويصليوا. قال لك أنا حسب اعتقادي وتصوري وفهمي أن المسلم ما يسرقش. أكيد. كيف هذا يصلي ويصوم وكذا وكذا ويسرق؟ يعني هالناس هادو فتنوا غيرهم، فتنوا غير المسلمين. يقول لك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أكستنت الكافر باش تنت المسلم. نعم. الكافر اللي ربما عندنا أمل أنه يدخل الإسلام ودخلوا الإسلام، أنت فتنتوا بهذا التصرف الطايش، بهذا التصرف الغريب اللي يخلي الناس تنفر من الإسلام وتهرب من الإسلام. أكيد. إذن أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود.
بكم أعزائي المشاهدين في موضوع الهجرة إلى أوروبا وبالتحديد إلى بريطانيا. أستاذ، 1800 جزائري هم يشتغلون في مناصب حساسة في بريطانيا. هذا تصريح أدت به منى حميطوش وهي مرشحة لعمدة في بريطانيا، لكن في نفس الوقت تقول أن الإشكال هو غياب التواصل. كيف تؤثر هذه النقطة على الجالية الجزائرية بالتحديد؟ أولا ذكرت السيدة منى حميطوش، هي كانت رئيسة بلدية إنزلينغتون في شمال لندن، وهذه البلدية حيث أقيم هنا وأنا أعرفها شخصيا. هي ناشطة جدا في حزب العمال البريطاني، استطاعت أن تكون رئيسة بلدية إنزلينغتون وليست عمدة لندن، لأن عمدة لندن هذا منصب كبير جدا. هي مرشحة اليوم. متى سمعت هذا الخبر؟ طلعت عليه اليوم بالتحديد في منتدى في إحدى الجرائد في الجزائر، حلت ضيف على إحدى المنتديات وقالت أني مرشحة. ممكن جدا، هذا خبر جديد وهذا خبر يسعدنا كجالية جزائرية أن تترشح سيدة جزائرية إلى هذا المنصب الحساس، لأن عمدة لندن هذا من مناصب الحساسة جدا، وهو يعدل ربما أكثر من منصب وزير. يقارب ربما رئاسة الوزراء. عمدة لندن من المناصب الحساسة في بريطانيا، والتي كان يتنافس عليها حزبان، وهو حزب العمال وحزب المحافظين. والآن حزب المحافظين هو الذي يحوز على هذا المنصب، وكان قبله حزب العمال. فنحن نتمنى يعني أن يكون مرشح لهذا المنصب جزائري، هذا شيء نفرح ونصر له. بالنسبة للكفاءات الجزائرية والإطارات الجزائرية التي تفضلت بذكر هذا الرقم، منى حميطوش هي يعني قريبة جدا من يعني الجالية ومعرفة مثل هذه الأرقام، وهو رقم كبير جدا. يعني الجزائري بطبعه يعني يحقق نجاحات بسرعة. أكيد. الجزائري بطبعه يمتلك قدرات وكفاءات عالية جدا. الجزائري يمكن أن يندمج بسرعة حتى في تعلم اللغة. الجزائريون لا يجدون مشكلة أبدا في تعلم اللغة بسرعة. عندنا في بريطانيا جمعية معروفة، جمعية الكفاءات الجزائرية، فيها كفاءات عالية جدا على مستوى عالي جدا من العلم، لكن للأسف أن بلدنا يعني خسر مثل هذه الكفاءات، لأنه ليس هناك تحفيزات ولا تشجيعات. كان هناك محاولات لجلب مثل هذه الكفاءات إلى الجزائر، لكن لم يستمر العمل. هناك يعني تم لقاءين هنا في الجزائر ما بين السلطات المعنية من وزارة الخارجية وبين مثل هؤلاء الكفاءات، لكن هذا العمل انقطع ولم يستمر. والكفاءة الجزائرية والأستاذ الجامعي الجزائري الذي يشتغل في بريطانيا لا يجد هناك تشجيعا يجلبه أو يشجعه على أن يعمل في الجزائر. مثلا مشكلة الشهادات هذه لحد الآن لا تزال مطروحة. يعني واحد جزائري متخرج من أكبر الجامعات البريطانية ولا الجامعات الأمريكية ولا الجامعات الفرنسية، لما يعني تجيبوا النخوة الجزائرية والنخوة الوطنية أن يعمل في جامعة جزائرية، يقولوا له أنت لازم تعادل الشهادة نتاعك. يقدم ملف ويقدم الشهادة ويبقى ينتظر سنة أو أكثر باش يعطوا له معادلة الشهادة، حتى إذا اعترفوا له بالشهادة تاعو ولو جاء أنا عارف يعني جاءوا من جامعات كبرى. ولدينا نموذج عن الباحث الجزائري العالم الكبير الذي يشتغل في إطار مستشار لدى البنتاغون في مجال الصحة، ويعني عنده ميزانية يسير ميزانية أكثر من ميزانية الدول. هذا لما دخل الجزائر قالوا له الشهادة تاعك ما نعترفوش بها. هو جاء من فرنسا، قرأ في أكبر الجامعات الفرنسية للأسف. نعم هناك كفاءات تدرس في جامعة أكسفورد، في جامعة كامبريدج، في جامعة هارفارد ببoston، جامعات يعني كبرى في العالم. ومع ذلك لما يجيو الجزائر يقول له روح دير لاشين وقدم الشهادة نتاعك ونشوفوا إذا كان تصلح ولا ما تصلحش. وبعد ذلك إذا شفناها يعني تعادل الشهادة الجزائرية، إذا كنت خدمت أنت 20 سنة أو وصلت إلى درجة بروفيسور، لا لازم تبدأ من صفر هنا في الجزائر.
الخبرة هذيك والتجربة هذيك كلها ما نعترفوش بها. لازم تبدأ كأستاذ مساعد فقط تبدأ من صفر. كيف يعني تصور واحد يعني حياته كاملة وجزء كبير من حياته وهو يشتغل في أكبر الجامعات في البحوث العلمية، يجي هنا يقولوا نبدأوا كأستاذ مساعد يعني، وهذاك الراتب هذاك اللي يحصل عليه من الجامعة لا يكفيه حتى في استئجار بيت، فضلا عن المعيشة وفضلا عن كذا. هو الذي كان يعيش حياة الرخاء في بلد أوروبا، يجي هنايا ما يشجعوش. ولذلك الجزائر، أنا مؤخرا كانت هناك سيدة جاءت لتسجل ابنها عندي في المدرسة، فسألتها عن وظيفتها، فقالت لي أنا طبيبة وطبيبة متخصصة. قلت لها درستي في الجزائر؟ لا. قالت لي جيت هنايا، بعثتني الجزائر بالبكالوريا، كنت من النجباء المتفوقين في البكالوريا، بعثتها الجزائر إلى بريطانيا لتدرس الطب، وتخرجت بشهادة متخصصة في مجال الطب. قالت لي لما رجعت الجزائر ما حبوش يصرفوا لي بالشهادة تاعي. قالت لي هنا في بريطانيا المستشفيات البريطانية كل مستشفى في بريطانيا نقدم له طلب إلا ويبعثوا لي الموافقة على طول، ما عنديش مشكلة. قالت لي للأسف في الجزائر رفضوا لي الشهادة تاعي. شوفوا حالة يعني، حال البلد يعني، هذه خسرت عليها الجزائر، يعني خسرت عليها أموال طائلة، لأن الدراسة في بريطانيا ليست مجانا، تكلف يعني. صرفت عليها الجزائر لما تجي باش تخدم وطنها، تخدم بلدها، تنقل هذه التجربة، هذه الخبرة، يقولوا لها لا الشهادة تاعك احنا ما نعترفوش بها. هذا واقع يعني، هذا واقع. يعني قالوا هذه عشتها، وقفت عندها بنفسي يعني، أعرفها هذه الأستاذة شخصيا يعني، هذه الطبيبة شخصيا يعني. واقع الجزائر الحقيقة لا يشجع على عودة مثل هذه الكفاءات، فتستفيد منها الدول الأوروبية ولا تستفيد منها الجزائر، لأنه ليس هناك سياسة حكيمة تعمل لاستيعاب مثل هذه الطاقات واسترجاعها إلى الوطن الأم. شوفوا بلدان أخرى وجيراننا مثلا يعني يشجعوا الباحث الجامعي، يشجعوا الأستاذ الجامعي، يشجعوا الطبيب. فرنسا الآن أكبر العدد من الأطباء أصلهم من الجزائريين، هم المستشفيات الفرنسية الآن كن ينسحبوا منها الجزائريين، ربما تغلق ما تأديش وظيفتها. أكيد. بينما احنا نحتاج إلى مثل هذه الكفاءات، نحتاج إلى مثل هذه الإطارات، لكن للأسف ما كانش اللي يخمم على هؤلاء باش يشجعهم، يخليهم يجوا يعطيوا العطاء نتاعهم لبلدهم ووطنهم. يعني هناك عدة عوامل لا تشجع على عودة الكفاءات. إن شاء الله يعاد النظر في مثل هذا الواقع وترجع كفاءتنا بإذن الله. أستاذ، نتحدث الآن عن ربما الأبناء في أوروبا أو في بريطانيا بالتحديد، وهذه مشكلة يعاني منها الكثير من تربية الأبناء، حتى أنه يلجأ أغلب المسلمون في بريطانيا إلى تزويج بناتهم وأبنائهم في سن مبكر. كيف ترون هذه الخطوة؟ هل هي ناجحة برغم أنه القوانين الغربية تمنع الزواج المبكر لأقل من 16 سنة؟ لا، هذه تزويج مبكر هذه غير واردة أصلا. هذه يعني أنا لأنه قمت ببعض استطلاعات الرأي قبل في إعداد هذا البرنامج، لقيت هذه المعلومات من ربما. لا، هو أثيرت ما يسمى ب مارياج فورسي، هذه الزواج بالقوة، هذه أثيرت عند بعض الجاليات الأسيوية. نعم، وتكلم عليها الإعلام البريطاني وكذا، حالات نادرة وحالات قليلة جدا، ليست بالقوة المطلوبة، لأنه يعني يستحيل أن تزوج فتاة أو ولد يعني رغم أنفه، لأن هذا أمر لم يعد يعني مقبولا أو معقولا في هذا العصر وفي هذا الزمن. لكن نرجع إلى مسألة تربية الأولاد في بريطانيا أو في أوروبا عموما، أو في أي بلد خارج بلد الإسلام. هذه من أكبر التحديات التي يواجهها المسلمون هناك، لأن هناك في بلد أوروبي مثلا بريطانيا ولا غيرها، التعليم عندهم تعليم لا ديني، تعليم علماني. نعم. وإذا يعني درسوا الدين يدرسونه بالكيفية التي يفهمونها. مثلا كانت مادة الأديان عندنا مثلا في المنهج البريطاني، مادة الأديان يعني فيها كل الأديان يدرسها الطالب، وهي مادة اختيارية الحقيقة. هذا شيء جميل، لا تفرض على جميع الطلاب. لكن يدرس الدين بمفهوم مشوه غير صحيح. يدرسوا مثلا
الأديان السماوية كالإسلام والمسيحية واليهودية، ويدرسون هي ليست أديان، ولكن يدرسون على أساس أنها أديان كالسيخية والهندوسية يعني أديان أخرى هي أصلا ليست من الدين، ليست أديان سماوية، ولكن يدرسوها للطلبة. لكن الجميل في القانون البريطاني أن الدولة وزارة التربية والتعليم لا تفرض على المسلمين وعلى غير المسلمين أن يدرسوا هذه الأديان. من حقك أن تدرس هذا الدين، وفي المقابل من حقك أن تفتح مجال آخر لتتعلم دينك أو تتعلم لغتك. نعم، هذا هو السؤال. يعني هل دوركم هنا، هل أسستم مثلا مدارس خاصة لتعليم اللغة؟ هذا هو الموضوع الرئيسي الذي نعم المهم الذي لا نترك الفرصة للحديث عليه، وهو أنك تكمل النقص الذي يحدث في المدارس. نعم. المدارس تعطيك اللغة الإنجليزية، تعطيك الرياضيات، تعطيك العلوم الأخرى، تعطيك الفيزياء، تعطيك الكيمياء، تعطيك البيولوجيا، تعطيك المواد الأخرى العلمية، لكن الدين مشكلة هناك. هذا هو التحدي الذي يواجه المسلمين في بريطانيا. يقول لك أنا ابني يحتاج إلى أن يعرف دينه، يحتاج أن يتعلم القرآن الكريم، يحتاج أن يتعلم اللغة العربية، وهي لغة الإسلام، وهي لغة القرآن، وهي لغة أهل الجنة، وهي اللغة التي بواسطتها يمكن أن يتعلم التلميذ دينه، لأن أغلب ما كتب عن الإسلام ممكن يكون بلغات أخرى، لكن اللغة العربية يعني يجد فيها طالب العلم ضالته. فالقوانين البريطانية سمحت، فيه قانون يسمح بتأسيس ما يسمى بالسبلمنتاري سكول أو المدارس التكميلية. المدارس التكميلية هذه وش دورها؟ هذه تكمل النقص الذي يحدث في المدرسة الإنجليزية. احنا خلينا هذا القانون هذا واستفدنا منه وأسسنا المدارس التكميلية سبلمنتاري سكول. واش ندرسوا فقط اللغة العربية، وندرسوا هما يقول لك من حقك تدرس لغة الأم مادر تانج. هذه مش غير العرب، حتى غير العرب، حتى الباكستانيين يدرسوا اللغة الأردية، حتى الأتراك يدرسوا اللغة التركية، حتى الصينيين يدرسوا اللغة الصينية. كل جالية من حقها تدرس لغة الأم، الأم. هذا القانون. ومن حقك كذلك أن تعلم أبناء المسلمين يتعلموا دينهم، لأنه هناك قانون يسمح بالمدارس الدينية فايث سكول، كي مثل اليهود عندهم هناك اليهود الجالية اليهودية ما يقروش ولادهم في المدارس الحكومية. نعم. لازم يدرسوهم في مدارس دينية خاصة بهم. كذلك المسلمين من حقهم أن يدرسوا أبنائهم في المدارس الإسلامية ويأسسوا مدارس إسلامية في هذا المجال. والدولة إذا تشوفك نجحت وحققت نجاحات كبيرة في هذا الميدان، يعني وصلت إلى المستوى الوطني المطلوب في المدارس البريطانية، الدولة تدعمك، تعطيك دعمك، تدفع لك أجور رواتب الأساتذة، وتدعمك يعني ماديا حتى تساعدك في نجاح التعليم وفي نجاح المدرسة. هذا ما فعلتم مع مدرسة النجاح. هي ليست مدرسة بدوام كامل، وإنما هي مدرسة تكميلية. نحن ندرس فقط المواد الثلاثة: التربية الإسلامية والقرآن الكريم واللغة العربية فقط. لكنكم ساهمتم بشكل كبير في ربما في إعطاء دفع معين للجالية هناك في جانب اللغة العربية والتربية الإسلامية. أكيد ما في ذلك شك، وهذا هو الاحتياج الكبير الذي يحتاجه المسلمون هناك. المسلمون هناك في حاجة إلى أن يتعلم أبنائهم اللغة العربية، في حاجة أن يتعلم أبنائهم التربية الإسلامية، في حاجة أن يتعلم أبنائهم القرآن الكريم. ونحن ساهمنا في هذا الباب والحمد لله نجاحات يعني لا بأس بها، ونحن شاقين طريقنا والحمد لله من نجاح إلى نجاح. سؤال أخير فقط أستاذ قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي تغريدة المشاهد. ما هي إجراءات السفر إلى بريطانيا؟ هنا أتحدث عن الإقامة، عن الدراسة، خاصة الطلبة الذين يريدون أن يدرسوا في بريطانيا. أخي الكريم، بعد يعني كما قلنا يعني
ما وقع في العالم من اعتداءات، نبدأها من 11 سبتمبر ورواح. هناك وقع تشدد في الهجرة إلى أوروبا ككل، نعم. وإلى بريطانيا تحديدا. فبريطانيا مشددة كثير من الدول أكثر تشددا في مجال الهجرة، ولكن ومع ذلك لم تغلق الباب نهائيا. فلا تزال بريطانيا الوجهة المفضلة لطلبة العلم يدرسون في الجامعات البريطانية، لما تتوفر عليه هذه الجامعات من مستوى راقي ومستوى عالي في التعليم، ولأن اللغة الإنجليزية هي لغة العالم، وهي لغة العلم، وهي لغة التكنولوجيا، وهي لغة الإنترنت، وهي لغة التواصل الاجتماعي. ولذلك أغلب طلبة العلم يفضلون الدراسة في بريطانيا. فطالب العلم إذا كان يعني يريد أن يسافر ويهاجر الدراسة في بريطانيا، لازم يدير في حسابه أن الدراسة في بريطانيا ليست مجانية، وإنما هي لابد أن يدفع تكاليف باهظة يعني تطلبها الجامعات البريطانية، لأنه يدرس يعني يدفع مال مش مجانا. والإقامة يعني والسكن في بريطانيا من الأمور المكلفة جدا. فالسكن في بريطانيا مثلا تأجر منزل أو بيت أو استوديو أو حتى غرفة تكلف الإنسان يعني مبالغ كبيرة جدا. ولذلك الذين يسافرون ويدرسون في بريطانيا إلا الطبقة الغنية، نعم. من رجال الأعمال ومن مسؤولين، أو الذين يحصلون على منح دراسية من الدولة. هؤلاء فقط الذين يمكنهم الدراسة. أما الذي ليس له مال وليس له، صعب جدا. ومع ذلك أعرف كثيرا من طلبة العلم من الجزائريين تحديدا ممن غامروا في هذا المجال ونجحوا وحققوا نجاحات كبيرة، رغم أنهم من طبقة فقيرة لا يملكون مالا، ولكن تحملوا المشاق وغامروا وعاملوا في الليل، واشتغلوا في الليل، وتعلموا في النهار، ونجحوا وحققوا نجاحات كبيرة. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. جميل جدا أستاذ. وهذا ما نعرفه في الجزائري، هو يكافح ويثابر ومن أجل أن يصل ربما إلى مبتغاه. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. ننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي الفقرة الأخيرة، تغريدة المشاهد، حيث نضع الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ويناقشنا فيه المشاهد بإرسال لنا أسئلة وحتى إضافات في الموضوع. نعود لكم بعد الفاصل. قال صلى الله عليه وسلم: نصف أمتي تموت بالسحر والعين، في زمن كثرت فيه الأحقاد وزادت فيه الأسباب، 98% يعانون يتعذبون وكل يوم يموتون. المس، العين والسحر. يعلن مركز جوهرة الشرق عن افتتاح فرع للرقية الشرعية من القرآن والسنة النبوية مع الشيخ بشير. الله أكبر، الله
أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الآن بمشيئة الله العلاج للعين لكل أنواع السحر وللمس مع فضيلة الشيخ بشير في مركز جوهرة الشرق بولاية سكيكدا. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين في موضوع الهجرة إلى أوروبا وبالتحديد إلى بريطانيا ومع فقرة غيدة المشاهد. أستاذ فيه غيث من الأردن، هي جزائرية مقيمة في الأردن، تقول: كيف يستطيع المغترب التعايش في بلد تختلف فيه تقاليده، وكيف يمكنه أن يبرز شخصيته وثقافته في ذلك البلد؟ حقيقة يعني الأمر لم يعد بدرجة الصعوبة كما تتصور الأخت، لأن الآن الجالية المسلمة في بلاد الغرب استطاعت أن تبني مؤسسات، تجد المسجد وتجد المركز الإسلامي وتجد المتجر الإسلامي والمطعم الإسلامي، فيعني المسلم هناك لا يجد الغربة ولا يحس بها أبدا. نعم. أيضا في سؤال من نوري وزهور اسمه هكذا، يقول: من المعلوم أن الإسلام يحارب التطرف والإرهاب، لكن للأسف نجد الجالية المسلمة في أوروبا تعاني من الاضطهاد والعنصرية بسبب أنهم متطرفون وإرهاب، خاصة إذا كان الفرد ملتحي. يقول أنه وهذا كله خطأ. يعني كيف يجب أن تتعايش جاليتنا في ظل هذه الأوضاع، وكيف نثبت لهم أن ديننا يحارب التطرف؟ هو يعني الأمر في يد المسلمين لما يكونوا هم في المستوى، نعم. في مستوى الإسلام، في مستوى عظمة الإسلام. العنصرية قليلة ونادرة، وإن موجودة على مستوى ضيق جدا، وفي من بلد تختلف من بلد إلى بلد. لكن العدوان الذي يقع على المسلمين إنما هو بسبب تصرفاتهم، نعم. بسبب اعتداءاتهم، بسبب تطرفهم. التطرف هذا ليس من الإسلام، الإرهاب ليس من الإسلام، العنف ليس من الإسلام. الإسلام دين التسامح، نعم. دين الحرية، دين العدل، دين الرحمة، دين التعايش مع الأديان. فلما يفهموا المسلمين دينهم حقيقة لا أظن أنهم يجدون صعوبة في التعايش مع غيرهم. أيضا في سؤال من الإعلامية التونسية أحلام رحومة، تقول: كيف نضمن عودة كفاءاتنا العربية لكي تعود وتساهم مساهمة فعالة في وطنها ومسقط رأسها؟ هذا بتوفير الجو الملائم كما سبق وأن تحدثت، لأن إذا وجدوا في بلدهم من يوفر لهم شروط العمل يعني والاحترام يعودون. لكن المشكلة أنهم لما يعودون إلى بلدهم لا يجدون هذا الاحترام، ولا يجدون الحياة اللائقة التي تليق بهم، ولا يجدون الجو المناسب الذي يساعدهم على البحث العلمي وعلى العطاء، ولا يجدون حتى مسكنا يأويهم. كيف الذي يعيش في بلد أوروبي متطور وفي الولايات المتحدة ويملك كل شيء يأتي إلى بلده لا يجد حتى سكنا يأويه؟ ما فيش تشجيع هناك، ما فيش تشجيع للعودة. فالمسؤولية ترجع إلى الدول العربية إذا أرادت أن تسترجع كفاءاتها عليها أن توفر لهم الأجواء. نعم. أيضا حياة أمل تقول: لماذا المتفوقون بالدراسة وأصحاب المعدلات العليا يواصلون تعليمهم بجامعات الغرب؟ هل هذا يدل على عدم وجود الكفاءة بالجامعات العربية؟ طبعا هذه معروفة أن الجامعات الجزائرية هي في ذيل ترتيب الجامعات العالمية. هذا المتفوقون، هؤلاء المتفوقون أصحاب المعدلات العالية، هذا لما تجيبوا في جامعة جزائرية كتمسطوا
قضيه على المواهب نتاعو. نعم. خليه يروح يبحث. نعرفوا على جامعات هنا لا تتوفر حتى على اجهزه الكمبيوتر، ولا تتوفر حتى على الانترنت. نعم. كيف يستطيع هذا الطالب هذا ان يبحث؟ لا يجد الكتاب، لا يجد المؤطر، لا يجد المشرف، لا يجد الأستاذ الذي يستطيع أن يتابع مثلا أطروحته الجامعية، ماجستير أو دكتوراه أو كذا. كيف يستطيع أن يبدع؟ كيف يستطيع أن يتفوق؟ فهذا يعني لازم يجد المكان. والجامعات الآن، العالم الآن يصنف تصنيف عالمي. فما تقوليش أنا جامعة في الجزائر في ذيل الترتيب. نعم. الآن صبحنا جامعات في موريتانيا تسبقنا. الجامعة الإسلامية في غزة الآن راهي مرتبة ترتيبا أحسن من الجامعات الجزائرية. نعم. هنا في الجزائر للأسف. إيه. كيف لازم يروح يقرأ في جامعات يعني يمكن أن يفجر فيها طاقاته. نعم. وهي تسأل، هي نفس الشخص، يعني هي تسأل تقول: هل الجالية العربية والجزائرية المسلمة في الدراسة لها نفس الحقوق يعني مثل أبناء أوروبا؟ تقول هكذا. هذه حسب الحالة القانونية تاع الشخص. نعم. فإذا كان يملك جنسية ذلك البلد فله نفس الحقوق ونفس الواجبات. إذا كان جاء للدراسة ويعود إلى بلده، هذا لابد وأن يدفع تكاليف الدراسة وتكاليف الإقامة وتكاليف الوجود هناك في ذلك البلد. هي تقصد ربما في التعليم مثلا يريد مؤثر. من حيث التعليم لا فرق بين طالب وطالب. نعم. التعليم هناك فيه عدالة. يستحيل أن يفضل الطالب على طالب. هذا أمر غير وارد أصلا. نعم. أيضا سؤال أخير من عبد الغاني سعد جاب الله، يقول: هل حقا أستاذ بادي المهاجر الجزائري تتوفر له كل الظروف التي لا توجد في الجزائر، أم أن الواقع أصعب مما نتصوره؟ وهل المهاجر المؤهل يجد سهولة في العمل، أم أن صفته كمهاجر تحول دون ذلك؟ كما قلت لك أخي الكريم أن توفير الشروط لكل مقيم أو يحمل جنسية ذلك البلد حتى وإن لم تكن هي جنسيته الأصلية، فله نفس الحقوق ويجد نفس الشروط. نعم. ولا يمكن أبدا، وإن وجد هناك تمييزا بين شخص وشخص، من حقه أن يرفع دعوى قضائية. وهناك تعرف أن جرائم العنصرية هناك من أكبر الجرائم التي يعاقب عليها القانون. ويعني إذا اتهمت شخصا أو استعملت معه رمزا عنصريا فإن القانون معه سيكون صارما جدا. فالبريطانيون هناك يخافون من القوانين، وبالتالي لا يعرضون أنفسهم إلى مثل هذه الجريمة. وأنا شخصيا أعيش أكثر من 20 سنة هناك. لم أجد أبدا أني غريب في بريطانيا. قد أجدها في بعض الدول العربية، وأحيانا في بلدي أجد هذه الغربة، لكن لم أجدها أبدا صدقني في بريطانيا. نعم. جميل جدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا البرنامج. نشكرك جزيل الشكر أستاذ بادي تباني، الأستاذ بالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في لندن ومدير مدرسة النجاح. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي قدمتها للمشاهد. العفو، شكرا جزيلا على الاستضافة. نعم. وأما أنتم أعزائي المشاهدين فشكر خاص لكم على متابعة هذه الحلقة. قبل الختام أريد أن أنوه وأذكر أنكم بإمكانكم اقتراح ضيوف أو إرسال أسئلة ومداخلات للضيف عبر صفحتي الشخصية على الفيسبوك أسامة بولعبايز باللغة اللاتينية. إلى هنا وصلنا إلى الختام. أطيب المنى، لقاء قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى كل زبائن جوهرة الشرق،
نظرا لتقليد بعض منتوجات الأهرام.